بسم الله يبدينا على النبي صلينا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عسلامة ومرحبا بكم اخواتي. اخواتي اليوم كيف ما تشوفوا قلت خلنا نعمل تنظيفة خفيفة للدار اليوم. باهي كيف ما تشوفوا اخواتي، اول حاجة بديت باش ننفض الغبرة، وبطبيعة الحال كما تعودتوا تفرجوا عليا. باهي نفضت الغبرة وبدلت غلافات الجراري كلها كيف ما تشوفوا. كيف ما قلت لكم صيف والكل الواحد يلزم ديما كل نهارين حاجة كيما هكا يلزم يبدل غلافات الجراري والمخيط. باهي لهنا اخواتي كيف ما تشوفوا لهنا قلبت الجراية، ويلزم زاد الجراية نقلبوها باش مت اله الله محمد رسول الله تقعدش حفرة في الوسط. كل ما نبدل هكا غلافات الجراري يلزم ديما نقلبها يعني على الجهة الاخرى. باهي اخواتي زاد اليوم ما صورتش في الكوزينة، قلت خلنا نتلاهو كان بالدار وتنظيف الدار. كيف ما تشوفوا اخواتي كالعاده يلزم نجبد السره ونجبد البانكو كله مفرح تحته. كيف ما تعرفوا يلزم ما نخلوش الغبره وما نخلوش التراب والكل بعد يتكون لنا كالصوف الكل. يلزم ديما لا اله الا الله محمد رسول الله نجبد تحت السره والكل. يا اخواتي لهنا باش ننظف البيت هذه ونمشي لبيت جنينة جنون اللي هي بنت خويا. نظف لها البيت متاعها. جنين هي ومرة بجولها نقول لها جنينة جنون كل واحد وش يحب يقولها. باهي لهنا زادا كيف ما شفتوني قلبت زادا نفس الشيء الجراية وباش نبدل لها الغلاف متاعها زادا. باهي اخواتي زادا نحب نشكركم كيف ما قلت الفيديو السابق، في كل فيديو باش نشكر كل واحد وتخلوا وتفاعل معايا ويتفرج على قناتي ويشارك في القناة. نشكرهم فردا نشكركم الكل على بعضكم. مرحبا بكم اخواتي. كيف ما قلت لكم مرحبا بكم كل اخواتي مرحبا كل واحد تخلوا تشارك في القناة وتفاعل معايا. وبالحق راني كل ما نشوف يعني العدد والماشي يكبر اكثر ونزيد نتشجع اكثر واكثرين على التصوير الفيديوهات. صحيح عن البريود هذه الثلاث ايام ولا الاربع ايام اللي فاتوا كيف ما قلت لكم عندي حالة وفاة ولد عمتي والكل الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين الكل. ما الواحد سبحان الله ما ينجمش يصور وقلبه ما يعطيش الكل. هيا سيدي قلت خلنا نفوت المدة ونرجع نصور. ايه اخواتي كيف ما شفتوني لهنا نشرت بطبيعة الحال الخطوات والكل. كيف ما شفتوني اخواتي باش بعد بدلت الغلافات الكل نفضت الغابرة باش نبدا هنا نفرح في البورتفيناتر في الباركور كيف ما تشوفوا. كيف ما قلت لكم اخواتي روتيني كل نهار هكا، يعني مش حاجة جديدة وإلا هاني نصور يعني لازمني نعمل هكا. مثال في تنظيف الطواليت ولا في تنظيف الكوزينة وإلا في تنظيف البيوت هذيك هي يعني. كيف ما قلت لكم الواحد مش ديما يبدل مثال كل نهارين ثلاثة كيف ما قلت لكم كل نهارين ثلاثة تو بالأخص صيف والكل يلزم الملاحف والكل والغلافات المخيل يعني نبدلوه مش نقعدوا بالاسبوع بالاكثر وهما يعني منبدلوهمش. فهمتوا اخواتي؟ هذا هو روتيني متاع كل نهار. كيف ما قلت لكم زاده مره نمسح مره نصيق كل مره كيفاش نهار نمسح ونهار نصيق. زيد توا الصيف يكثر عاد الواحد يشيخ بالماء وتبلبيز الماء ويبدا ذاك عامل جو بالماء كيف ما قلت لكم. السخانة الاخر يبرد على روحه حتى كيف ينظف ويسيق وكل يبرد شوي يعني تبرد الدار وكل شيء. باهي اخواتي لهنا جيت البلاكار كيف ما تشوفوا لهنا نحط الزيت الكل في القجر. كيف ما تشوفوا لهنا اخواتي ننفض في الغبرة زاد متاع اللوح الكل. فهمتوا؟ باهي اخواتي كيف ما قلت لكم كيف ما شفتوني ننظف عوني البلاصه
البلاصة اللي نوصل لها ننظفها، والبلاصة اللي ما نوصل لهاش كيف ما يقولوا نتشعبط وننظفها الحق كيف ما شفتوا. باهي لهنا زادا فرحت الكل، ومن بعد باش نعمل مسحة خفيفة الحق، مش التسييق العميق والكل، باش نعمل مسحة خفيفة. لهنا نظفت البيت هذي وباش نمشي لبيت جنون تو، بيت جنينة كيف ما تشوفوا. لهنا باش نجبد السرير، وباش نقلب الجراية بطبيعة الحال، ونبدل الغلاف متاع الجراية ومتاع المخدة، نجبد السرير نفرح تحته والكل، وكيف ما قلت لكم وننفض الغبرة الكل كيف ما تشوفوا. حق بالحق تعبت، يعني فاش تعبت نتعب في الدزين السر كيف ما تعرفوا لوح والكل، نتعب بالحق في الدزين، اجبد في التفريح، نزيد من بعد نجبد في وقت المسحان، ونجبد في حالة ما نحكي لكمش. لهنا اخواتي كيف ما شفتوا يلزم الجراية كيف ما قلت لكم، الجراية يلزمها تقلب، راه ما كانش ساعة الرسور والا حتى الجراية الموس يلزم تقلب باش ما تقعدش حفرة في الوسط، سبحان الله تقعد بلاصتها خايبة. حتى شو اسمها البلانتا زادة نفس الشيء نفرحها. لهنا كيف ما تشوفوا زادة باش نبدل في غلاف الجراية، وباش نعمل مسحة للكلوار زادة والطواليت. حاشاكم أعزكم الله، الطواليت يلزم كل نهار أكثر بلاصتين منحبهمش مسخوا أصل، منحبهمش نحبهم ديما نظاف، الكوزينة والطواليت أكرمكم الله. أظن الزوز بالحق يلزم الواحد بصراحة كل شيء، ولا حاشاكم الطواليت والكوزينة يلزم كل نهار رسميا، بالأخص الطواليت. لو الكوزينة بطبيعة الحال باش تمسخ الماعون، باش تغسلوا الكل، باش تطيب، باش تغسل الماعون، باش تنظف الرخامة، باش تنظف الغاز والكل يلزم. الطواليت زادا يلزم كل نهار يلزم بصراحة. البوانية يلزمها تتحك، الباب يلزمو يتحك، كل شيء تتحك في الطواليت، مش مثال مرة في الأسبوع ولا مرتين في الأسبوع، لا. بصراحة الطواليت كيف ما قلت لكم أكثر بلاصتين بالحق باش تبان الدار نظيفة. نظف طواليتك ونظف كوزين، أظن بالحق باش تبان الدار نظيفة، وقدام الدار زاد هذون حاجتين، هذون ثلاثة حوايج باش تبان دارك نظيفة وكل نظفها. باهي اخواتي لهنا باش نجي كيف ما تشوفوا لهنا باش نبدل الغلاف متاع الطاولة هذيك، بدل لها الغلاف زادة. كيف ما تشوفوا جت تحت الشباك والواحد يحل الشباك ويلزم نهار كامل توسخ طقس سمح حق في قفصة الايامات هذه. الحمد لله يا ربي، نهارين مطر خيرات ربي، خيرات نحمدوا ربي ونشكروا ألف مرة في مرة. فهمتوا؟ نحلوا الشبابيك دارنا سيدي نهار كامل وهي تتهوى ديما، نحلوا الشبابيك تقعد نهار كامل، كان وقت النوم نسكروا الشبابيك بما انه الطقس توا ربيع وسمح، مش كل برد والا سخانه كالشيلي وكل. الحق تلقانا ديما حالين البورتفيناتر ولا حالين ديما، الحق دارنا ديما متهويه. كيف ما قلت لكم يلزم نبدل على زاده، كيف ما قلت لكم دهرنا على الكياس وهكم شفتوا الكل، يلزم الواحد يبدل زاده الغلافات ويبدل كل شيء. لهنا كيف ما شفتوني اخواتي نحيت الطاوله وغلاف الطاوله باش نبدلها وفرحت البيت. لهنا جات الكلوار كيف ما تشوفوا فيا، لهنا نفرح فيا باش نبدا نمسح. كيف ما قلت لكم عملت مسحه خفيفه، مش كما العادة، حق الدويرة نظيفة مش مسخة، غير الواحد باش ينحي برك باهي اخواتي كيف ما قلت لكم الحق مش مسخة برشا الدار، غير بركة باش نحو شوي نمسحو الكل ناكل الغبابير والكل. باهي لهنا جيت كيف ما شفتوني جبت السرير وفرحت تحته بطبيعة الحال ولا اله الا الله محمد رسول الله. لهنا كيف ما تشوفوا زادا مسحت تحته الكل، مسحت بلاصتو. باهي اخواتي كيف ما تشوفوا لهنا
آه، امسح المسحة الأولى ونزيد نمسح المسحة الثانية. يلزم الواحد كيف ما يقولوا ننظفوا التراكن متاعنا، خلوهاش مثال تحت السر خلوها، وإلا تحت الخزنة خلوها، وإلا تحت الطواول خلوها. لا، يلزم كيف ما يقولوا ننظف التراكن، نجبدوا السر، نجبدوا الخزنة، نجبدوا كل شيء ننظفوا تحتهم. كما قلت لكم باش ما كل مع المدة كل الأطربة وكل الواحد تعمل كل صوف. سبحان الله، فهمتوا؟ يلزم الواحد وين كل مثال مرة في الأسبوع ما يسالش، مرة في الأسبوع الواحد يجبد الدار كاملة، مثال يجبد السرة ويجبد كل شيء وينظف تحتها، ما فيها بيس. قال الآخر ليلة وفرقها صباحة، سهم ساعة توا تقضى كل شيء. سبحان الله، هاني الواحد هاو يقضي وينظف دويرته وينظف كوزينته ويريق الأمور ويجي قاعد. فهمتوا؟ مش الواحد. فهمتوني أخواتي؟ زاد بما أن نحنا نساء قاعدين في الدار، أنا ننظفوا دويرتنا كل نهار، نمسحوا كل نهار. مش كل متوظفة مسكينة، أنا مسكينة عندها نهار بركة في الأسبوع ولا نهارين في الأسبوع تنظف فيه دويرتها وتريقل أمورها. آه كيف ما قلت لكم، مسكينة عندها السبت ولا حد، كيما اليوم سبت باهي. اليوم مسكينة راهي تعمل في قروميناج لدارها، تنظف في دارها كاملة. نهار لحد ايش تعمل مسكينة؟ تفيق الصباح، شو اسمها، طيب غداها متاع اسبوع كامل مثال، ولا متاع نهارين ثلاث. نص النهار تمشي هي وبنياتها الحمام، تروح تمشي للحجام، يضيع النهار مسكين. احنا نساء قاعدين في الدار، ها وين اللي قاعدة في الدار ها وين تنظف، مثل تنظف كل نهار كل نهارين تمسح. المسحان ديما هذاك يلزم المسحة ديما باش ما تقعدش البارتيل والا الفايونس يقعد الزليز يقعد فما تراس والكل. يلزم الواحد كما قلت لكم القاعدة في الدار وين تقيم بدويرتها والتخدم مسكينة، تنظف تتنظفوا من فوق لفوق. وعندك السبت ولا حد مسكينة وين تنظف فيه، تعمل قروميناج لدارها. كيف ما تشوفوا لهنا يا خواتي، كيف ما تشوفوا فيا نبدا بشوي بشوي. فرة جبت السرة نظفت تحتهم وصيق مسحت تحتهم بالكدا، ومن بعد عودت المسحة الأولى وزدت المسحة الثانية. البيوت والله عملتهم هك كيف ما تشوفوا. والطواليت زادها باش تشوفوني حشاكم أكرمكم الله، زاد نفس الشيء. حتى من شو اسمها دبوسة الصابون زاد غسلتها ما خليتهاش. نغسل الركلات نتاع الطواليت حشاكم غسلتها زاد نفس الشيء. هذيك عادي كل نهار رسميا. هذا كاش نعمل هك. البوانيه نتاع الباب زاد نغسلها. فهمتوا؟ نتاع الطواليت زاد يلزم هك. كما قلت لكم يلزم الطواليت بصراحه اكثر حاجه ما نحبش نمسخها في الدار. عزكم الله الطواليت والكوزينه هذا زوز. كيف ما نشوفوا لهنا مساحة كملت البيت الجنان وجيت البيت هذه نظفها مساحتها، مساحة البركون كيف ما تشوفوا. ومن بعد باش نسكر كما قلت لكم باش على الضوء نمسح ونسكر ونحل الضوء متاع البيت. كيف ما تشوفوا زاد نفس الشيء، جبت السرة ومسحت تحتهم.
باهي اخواتي اللي هنا كيف ما تشوفوا، بعد لا كملت مسحان والكل، قلت خلنا نعمل تبخيرة. والله البخور هذا اللي جابته امي من السعودية. كيف ما تعرفوا امي مشت عملت عمرة في اسبوع الاول متاع رمضان. جابت البخور اول مرة باش نجربه. قلت هاي خلنا مادامني مسحت والكل، قلت خلنا نجربه. الحق ريحته تهبل. أنا إنسانة من عشاق البخورات، نحب البخور، نعشق حاجة اسمها بخور. نحب كان نهار كله نحب كان نبخر. عندي زادة أختي في قطر، زادة بعثت لنا البخور في الشتاء، بعثت لنا البخور زادة. الحق نبخر بيه في الشتاء كما تعرفوا الدنيا باردة، ونشعلوا الكوينين وكل شيء ونبخروا بيه. هيا قلت خلنا اليوم، قلت خلنا نجرب هذا اللي جابته أمي. بخرت. باهي زادة أخواتي كيف ما قلت لكم، نحب نشكر كل واحد دخل وشارك في القناة وتفاعل معايا. مرحبا بيه، ونقول لكم تو في أمان الله.